مرحبا أصحابي، يا رب تكونون بخير ودائما بكامل الصحة والعافية. أكلتنا اليوم هي مندي الدجاج بالفرن، من أسهل الأكلات وأسرع الأكلات، وعن جد وصدقا هي كثير طيبة. أتمنى أن تجربوها هالأكلة اللي ما مجربها. رافقوني بالفيديو حتى نشوف الطريقة والمقادير. بالبداية راح أحكي عن التوابل المطحونة اللي راح نخليها على الدجاج، وهي عبارة عن ملح وبهارات الدجاج وبودرة الزعفران وزنجبيل وكركم وبابريكا حلوة. وهذه التوابل المطحونة راح أخلطهم مع معلقتين من الزيت النباتي، تقدرون تخلطوهم مع زيت الزيتون بس لا تخلطوهم مع الماء أو عصير الليمون، لأن الزيت يساعدهم إنه يتماسكون أكثر التوابل مع بعض، وبنفس الوقت يعطينا لمعة حلوة لما نخليهم على الدجاج. طبعا أنا استخدمت أفخاذ الدجاج، الأفخاذ الكاملة مو فقط العرموطي. تقدرون أنتم تستخدمون أي شيء متوفر عندكم من الدجاج. وهذه الأفخاذ أنا غسلتوهم كثير زين وعصرت عليهم عصرة ليمونة. ومثل ما تشوفون أنا دهنت أفخاذ الدجاج للمرة الأولى بالخلطة اللي عملتوها من التوابل، وقلبتهم على الجهة الثانية ودهنتوهم، تركتوهم 5 دقايق ورجعت دهنتهم ثاني مرة. راح أخليهم على صفحة وأبلش بالرز. ضروري نستخدم القدر اللي يدخل الفرن. أنا استخدمت هذا عندي هو يعني جاهز يدخل الفرن، أما أنتم إذا عندكم اللي بيه يدات تقدرون تشيلوها وتدخلون الفرن اعتيادي. أما الرز فأنتم تستخدمونه على عدد نفراتكم أو حسب ضيوفكم. أنا استخدمت 4 أكواب، وبالعراقي نسمينه قلاص، ف4 قلاصات من الرز. غسلت الرز بالماء الحار وراح أضيف بهارات صحيحة على الرز مو مطحونة. ضفت عودين من الدارسين وورق الغار ونوم البصرة والهيل والقرنفل والزعفران والملح. غمرت الرز بالماء وبعدين ضفت ربع قلاص من الزيت. غطيت القدر بطبقتين من ورق الألمنيوم. لازم أسده بشكل محكم حتى البخار ما يطلع برا القدر ويستوي عندي الرز وينطبخ زين. وراح أعمل من الوسط تجويف بورق الألمنيوم حتى يصير مكان لأفخاذ الدجاج. ضفت ورقة الزبدة حماية أكثر حتى الدجاج لا يلصق بورق الألمنيوم، وثقبتهم بالسكين وضفت أفخاذ الدجاج عليهم. هذه الثقوب تساعدنا وقت شواء الأفخاذ تنزل منها كل عصارة الأفخاذ، أو نسميها الصوص اللي خليتونه من التوابل والزيت على الأفخاذ، ينزل من هذه الثقوب على الرز. ورجعت غطيتهم بورقة زبدة وورقة ألمنيوم. طبعا تقدرون ما تخلون ورق زبدة مثل ما حكيت، بس أنا خليتوها على مود أتأكد أنه الدجاج ما يلصق بورق الألمنيوم. طبقات الألمنيوم اللي فوق الدجاج ما راح نثقبها، راح نتركها مثل ما هي، وراح أدخلها من الفرن لمدة 1.5 ساعة على درجة حرارة 200 مع لوق الفرن من تحت ومن أعلى. طبعا تقدرون تخلوهم 1.25 ساعة، ما ضروري 1.5 ساعة حسب أفرانكم. شيكت أفخاذ الدجاج كانت مستوية وكلش طرية. بس راح أدخلها الفرن على مود تتحمص والوجه ياخذ شوية لون ذهبي أكثر. ومرة ثانية ثقبت الأوراق حتى كل عصارة الدجاج والصوص اللي سويناه ينزل على الرز. طبعا مدة شواء الوجه يعني دقايق مو كثير، يعني دقيقتين كلش كافي إلى أن يتحمص الوجه. بعد ما طلعوا من الفرن أنا دهنتوهم بالزبدة، تقدرون أنتم تدهنوهم بالزيت النباتي عادي، ماكو أي مشكلة. أنا حولت أفخاذ الدجاج على البايركس حتى أشوف الرز شلون صار. طبعا ما أحكي لكم على ريحة المطبخ شقد كانت طيبة. أنا هون شيكت الرز وكان نثري ومستوي. طبعا البهارات الصحيحة تقدرون تشيلوها بهذه المرحلة وتقدرون تبقوها إذا أنتم حابين.
مباشرة أخذت صينية وخليت الرز وخليت البهارات الصحيحة مع أفخاذ الدجاج. علقت الفحمة على النار حتى تاخذ اللون الأحمر وتجمر مثل ما نقول، وغطيت الصينية بورق الألمنيوم. عملت من الألمنيوم فد كاسة صغيرة حتى أخلي بيها الفحم، وبعد ما خليت الفحم خليت شوية من الزيت النباتي وغطيته مباشرة بورق الألمنيوم حتى الرز وأفخاذ الدجاج تاخذ طعم السموكن وطعم الدخان وطعم المندي الحقيقي. خليتها لمدة 3-4 دقائق فقط، وبعدين شلت الألمنيوم وشلت الفحم. بس انتبهوا لا تحرقون إيديكم. أنا حبيت أنثر اللوز المقطع، هو اختيار شخصي، تقدرون تخلونه أو ما تخلونه، وتقدرون تضيفون شوية معدنوس إذا أنتم حابين. أصل المندي هو يمني بس انتشر بشكل كبير بالوطن العربي وصار محبوب عند الكل. قدمت اليوم المندي بطريقة سهلة وسريعة. إذا حبيتم الفيديو أتمنى أنه تشاركونه لكل أصحابكم وأحبابكم، ولا تنسون تشتركون بقناتي يلا ناكل ونحلي، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية، ومع السلامة.